بسم الله الرحمن الرحيم. جريدة الحلم العربي من هنا من داخل مركز شباب طنطا مع ثلاثة من قامات مدينة طنطا: كابتن محمود الليبياري رئيس مجلس إدارة مركز شباب، وكابتن صبحي الحريري نائب رئيس مجلس الإدارة، وكابتن محمد شوقي أمين السيد. أولا برحب بحضراتكم على جريدة الحلم العربي، ونبدأ بقى بالرئيس كده سريعا. طموحات ومركز مدينة طنطا وما سوف تقدموه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا بنرحب بيكم في مركز شباب مدينه طنطا، واحنا سعداء طبعا ان انتم تكونوا معانا، وان شاء الله عندنا حاجات جديده ان شاء الله للمركز، وان شاء الله هنطوره، وهنعمل كل اللي في وسعنا ان شاء الله كمجلس اداره، ان احنا ده واجهه مدينه طنطا كلها هو مركز شباب مدينه طنطا. فان شاء الله يكون عند حسن ظن شعب طنطا كله بالكامل، محافظه الغربيه. وبنوجه تحياتنا اولا للسيد المحافظ على اهتمامه بالرياضه في محافظه الغربيه، والاستاذ يسر الديب طبعا وكيل وزاره الشباب والرياضه متعاون جدا مع المركز، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه او طفره لمركز شباب باذن الله. صبحي الحريري ونائب رئيس مجلس الإدارة، فكر جديد وطموحات جديدة عاوزين تقدموها هنا للمركز إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشرف بك أستاذ سعد في داخل مركز شباب مدينة طنطا. وطبعا احنا بنأمل أن يكون هذا المركز في ظل مجلس الإدارة الجديد يكون طبعا تحت مستقبل مشرق، من خلال طبعا الكوادر اللي بتمثل هذا المجلس، متمثلة طبعا في الأستاذ الفاضل محمود الليبياري، وهو قامة وقيمة عالية في مجال الإدارة. ومعنا طبعا الكابتن محمد شوقي، طبعا غني عن التعريف. فهذا الرجل طبعا له باع طويل في المجال الرياضي. فهذا المجلس طبعا معروف طبعا ان صناعة المستقبل تبدأ من حسن الاختيار ومن حسن الحظ، طبعا ان احنا طبعا كلنا بنكمل بعض، فريق عمل واحد طبعا مبني علينا طبعا روح الأخوة والمحبة، ونتطلع دائما طبعا من خلال رؤية ورسالة لهذا المجلس، والقيم طبعا المتمثلة في الشفافية والتميز والإبداع. ونأمل أن طبعا نكون عند حسن ظن شعب طنطا كله، ونوفر لهم الجو الآمن المستقر داخل هذا المركز بإذن الله تعالى. رياضية طبعا خلصوا الكلام وشخصية معروفة طبعا على المستوى الرياضي وقيمة رياضية وأمين الصندوق. ماذا عن الماديات في المركز؟ وهتعمل معانا إيه في المركز؟ والدنيا هتبقى ماشية إزاي؟ وما أدراك ما الماديات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا الحمد لله فضل من ربنا محمد شوقي موجه تربيه رياضيه، وطبعا يعني معايا الاستاذ محمود الابياري اخ اكبر، وما شاء الله استاذ طارق صبحي الحرايري. المجموعه كلها جايه بهدف واحد: خدمه الناس اللي هم في الساحه القائمين على العمل، اللي هو استاذ هاني قرش واستاذ رحاب واستاذ قطب، والناس اللي شغاله اصلا بتجتهد بس الامكانيات مش مساعداها. تاني حاجه احنا هنحاول نخلي في موارد، هنحاول نطور كل الانشطه، نشغل كل الانشطه في المركز، نحاول نعمل امن وامان في المركز، ان احنا نوفر ان الشخص اللي داخل ده يتمرن، ما يبقاش احنا في منطقه شعبيه وطبعا فيها الحلو وفيها الوحش. فاحنا نحاول رقم واحد ان احنا نخلي اللي داخل المركز مدينه طنطا مستقر امن، بيأدي نشاطه بسهوله وبدون اي مشاكل. دي اول نقطه هنعملها. تاني حاجه بالنسبه للانشطه الرياضيه، الفضل من ربنا. بالنسبه للانشطه الرياضيه فضل من ربنا، كلنا بنحب المجال الرياضي وبنحاول نجتهد فيه. فان شاء الله بالنسبه لكره القدم في اكاديميه كوره، وان شاء الله في بالنسبه للكاراتيه برضو في مدربين اكفاء ويخرجوا نتائج كويس، وفي كونغ فو، في ملاكمه، هيبقى في العاب قوه. هيبقى نحاول ندخل كل الانشطه للشباب اللي هو بتاع منطقه حي العنيه وحي السلخانه وحي القرش. كل المناطق ديت هنحاول نخليه في استفاده جديه من مركز شباب مدينه طنطا للي هو جاي يمارس رياضه او يمارس انشطه ثقافيه. وطبعا فضل من ربنا الناس شغاله هنا
بجديه. احنا نحاول بس على قد ما نجتهد ان احنا نساعدهم في شغلهم ونطور منه. نطور منه بايه؟ قلنا بالامن والامان، وان شاء الله بيكون في مسابقات متميزه، وان شاء الله نكون قد المسؤوليه مع الرجاله بتوعنا، الاستاذ كابتن محمود الابياري طبعا رئيس المجلس، والاستاذ طارق صبحي، ومحمد شوقي، وان شاء الله. كابتن محمود الليبياري رئيس مجلس الإدارة، حضرتك توليتوا المسؤولية كمجلس إدارة معين لحين انعقاد أول جمعية عمومية. إيه أهم السلبيات اللي حضراتكم وحضرتك كرئيس مجلس إدارة وقفتوا عليها؟ اولا انا بشكر حضرتك الاول على اهتمام المركز والاسئله الجميله دي اللي بتحطنا في مأزق دلوقتي يعني. هو احنا لسه ما نعرفش المساوئ قوي، لان لسه ده يعتبر اول اجتماع عملي فعلا، لان اول اجتماع بيبقى ترحيب في الاول اللي هو بعد تشكيل المجلس بناء على قرار وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وكلفنا ان احنا نشتغل لحد اقرب جمعيه عموميه، وان شاء الله نكون قد المسؤوليه ان شاء الله يعني، بالتعاون الاخوه الاحباء اعضاء المجلس كلهم، على راسهم طبعا الكابتن صبحي الحريري، وكابتن محمد شوقي، وكابتن مصطفى محمود عضو مجلس اداره، والكابتن محمد علي عضو مجلس اداره، والكابتن خالد وحيد رفعت عضو مجلس اداره. مجموعه حلوه جدا، مجموعه متناسقه، مجموعه عندها استعداد انها تطور المركز. فاحنا كان هدفنا الاساسي ان احنا نطور المركز، واحنا جايين مخصوص عشان كده. احنا اساسا اهالي المنطقه دي كلنا، مفيش حد من بره، فطبعا كله يهمه ان المكان ده يبقى احسن مكان في طنطا كلها بالكامل. ربنا قدرنا ونقدر نعمل حاجه ان شاء الله. لكن مساوئ احنا لسه الحمد لله انا لحد دلوقتي ما شفتش مساوئ في المركز يعني، لكن في حاجات مطلوبه انها تتطور، ومطلوبه انها تبقى لها وضعها كملعب. مثلا لما نشوف ملعب الخماسي لا، محتاج صيانه ومحتاج تغيير، محتاج تغيير كبير جدا وتطوير. طبعا ده عايز شغل كبير جدا وعايز وقت طبعا. يعني هو محتاج وقت ومحتاج شغل. الملعب حضرتك لو صورته وشفته محتاج حاجات كتير يعني. فاحنا لسه برضو لسه بدايه المشوار بتبدا بخطوه زي ما بيقولوا، واحنا لسه في اول خطوه ان شاء الله يعني، وربنا يكرمنا ان شاء الله ويقدرنا كلنا ان احنا نعمل حاجه ان شاء الله. شكرا لحضرتك. يعني شكرا. اتفضل. موظفين كيان مركز شباب داخل المدينة، كيفية إدارة العمل؟ طبعا إدارة العمل لابد أن تتطلب طبعا يعني أشياء كثيرة، ومنها طبعا الإدارة الحاكمة. فالإدارة الحاكمة طبعا لابد أن يكون هناك ضبط تام في كل شيء. فطبعا احنا عندنا طبعا هنا عجز صارخ في الموظفين داخل مركز شباب مدينة طنطا. وطبعا الأستاذ الفاضل مدير مجلس الإدارة طبعا بيسعى سعيا دؤوبا من أجل توفير الموظفين داخل هذا المركز، وتكليف كل موظف بمهمة داخل المركز حتى يكون هناك تطور ملحوظ داخل مركزنا بإذن الله تعالى. شكرا لحضرتك. الله كمان سبحانه. يكون شبه مواجهة من انت برضه من منطقة من هنا ومعروف، واحنا هنا طبعا في منطقة يعني نقول شعبية ونقول راقية، وانت في المجال الرياضي والملعب في كورة وامين الصندوق وفي فلوس، هتعمل ايه؟ ماليش انا في الفلوس والماليات ولا الامضاءات ولا الكلام ده كله. انا داخل كده بس. لا، احنا بنقول نتمنى يكون في فلوس، بس مش احنا الفلوس ديت للملعب وللصيانه، ولو هندفع من معانا برضك، بس ان احنا نشوف حاجه كويسه. ما ينفعش ان انا اشوف مركز مدينه طنطا عباره عن مكان للصيع والبلطجيه واللي بيخش جوه يعمل حاجات مش كويسه والكلام ده كله. دي ما تنفعش ان انت تشوفها وتبقى راضي عنها. يعني من اسباب دخولي المجلس ده ان انا نفسي مركز مدينه طنطا يبقى مركز زي الحاجات المحترمه الكويسه، مركز متطور، ان اللي داخل جوه ده يمارس رياضه يبقى امن عن نفسه. في اولياء امور بتيجي تبقى واقفه وتلاقي اولاد بيقولوا الفاظ مش كويسه، بيعملوا حاجات مش كويسه. طبعا الحاجات اللي مش كويسه انتوا عارفينها كتير. ده في ناس بتخش الساحه يعني
الاغراض كتير يعني سيئه. فاحنا كلنا ده اول رقم واحد هنلغيه خالص. هتبص تلاقي الساحه دي ليها شكل تاني. الناس اللي في المنطقه كلها هيجوا يقعدوا في مكان كويس، يتفرج على ابنه وهو بيلعب، بيمارس رياضه، بيمارس كاراتيه، بيمارس تايكوندو، بيمارس كوره، بيمارس اي حاجه، هيبقى قاعد مطمن على نفسه ومطمن على ابنه. طبعا انت يا استاذ سعد شفت وتشوف الاشكال، العناصر اللي تحت، العناصر دي ممكن حتى هي نفسها تيجي تمارس رياضه وتبقى كويسه. احنا هنحاول نصلح من النشأ حتى اللي هو مش سوي، نحاول نخليه سوي، لان مركز شباب لجميع الناس. مركز الشباب ده لجميع اهل المنطقه. ممكن ولد يكون عنده سلوك عدواني واحنا نخرجه من السلوك ده وندخله في نشاط رياضي. انا في اولاد بيجوا يلعبوا هنا في الملعب كوره متميزه جدا، دول لو احنا وظفناهم في الكوره ودخلناهم في المجال الرياضي ودخلناهم في اي لعبه ممكن يبقى نشء كويس جدا. فاحنا هدفنا مش الصالح بس، احنا الصالح والطالح هنحاول نظبطه ونخليه كويس. تمام. ان شاء الله، ونتمنى لكم يعني مزيد من الجهد في الفترة الجاية، وربنا معاكم. والعمل العام في مصر صعب. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا. ربنا يبارك فيك يعني. شكرا.